بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كيدهن لعظيم. وانا المرأة اللي يخون فيها رجلها وهي فرحانة وفي قمة سعادتها ومخليته يكمل ومستمتع بهذه الخيانة. نحكي لكم حكايتي يا البنات وتعلموا منها. أنا زوجت مع راجلي زواج تقليدي، ما كانش عن حب. كنت شايفة أنه الحب وحده ما يكفيش، كاين حوايج بزاف أهم منه. مثلا يكون خدام في منصب مليح، عنده الدراهم، يكون مقادرني، ما يضربنيش. وفعلا رجلي كان فيه كل هذا المواصفات، بصح ما كانش رومانسي وما كنتش نسمع منه الكلمة الحلوة والحنينة. ديما كان ساكت، يا إما مع التليفون يا إما يتفرج في التلفزيون. الكلام الوحيد اللي كان يقوله لي هو: واش نجيب لك، واش راح ديري العشاء، واش نقضي لك، واش ديري الغدا. هذا هو الكلام اللي كان يدور بيناتنا. كنت عايشة مع حيط ماشي مع إنسان. بعد الزواج حسيت إنه حياتي ناقصة وما كانش هذاك الشغف اللي يكون بين الزوجين، خصوصا في الأيام الأولى تاع الزواج. واكتشفت إنه الحب مهم في الزواج وبدلت مفهومي. عداو الأيام وعداو الأشهر وأنا كنت عايشة في هذاك الروتين القاتل. ما نقدر نحكي لحتى واحد، حتى دارنا، لأنه وش راح نقول لهم؟ راجلي ماهوش رومانسي، ما يقوليش الكلام الحلو، رايحين يضحكوا عليا، مهمش رايحين يفهموني. هما في نظرهم أنه مادام يصرف عليا، يخليني نخرج، ما يضربنيش، ما يسبنيش، مقادرني، هذه هي الحياة المثالية. كنت كي نشوف جيراننا يضربوا نساهم نبقى غير حيرة، وكنت نقول الحمد لله يا ربي، ربي طيحني في راجل يعني الحقيقة عاقل. المهم بقينا عايشين هذيك المعيشة اللي راهي ما نقولكم مليحة ما نقولكم ماشي مليحة، عادية. حتى جاء واحد النهار اللي يقول لي فيه باللي حوزوني من الخدمة. أنا لتما والله ما زعفت، حسيت أنه جات الفرصة اللي نبين له فيها باللي راني واقفة معاه وباللي راني نحبه. وقلت له ماشي مشكل، ماشي الدراهم هما كلش، حوس على خدمة واحدة أخرى وانا تاني نحوس على خدمة ونخرجوا نخدموا كيف كيف. شاف فيا وقال لي مانيش الراجل اللي يطمع في دراهم مرتو. بصح انا قلت له معليش، نوقف معاك ونعاونك يا اخي، انا وياك واحد. خسر عليا غير كلمة واحدة، قال لي لا لا شكرا كتر خيرك. المهم عداو الايام ومن بعد جالية قال لي راهو جاني عقد للإمارات ورايح نروح نخدم لتما. أنا فرحت قلت خلي نروح معاه أو مو نبدلو الجو نبدلو لاغوتين اللي رانا عايشينو. بصح هو وقفها لي، قال لي ما تروحيش، اقعدي هنا وانا نروح نخدم ونفرز اموراتي. كما كان الحال سافر وانا قعدت وحدي انا وبنتي الصغيره. بنتي كانت ماهيش مكمله العام. حسيت بالوحده بالفراغ. المهم وليت نرجعتها باش ندير اصدقاء، نخرج ندير سبور. هو كان يعيط لي كل يوم وكما العاده كان يعيط يسقسيني واش راكي لاباس واش راهي الطفله، مام با 5 دقائق ويكوبي. وانايا كما تعرفوا جميع مرة دخلها هذاك التوسويس، بدا الشيطان يلعب في راسي وقلت هذا بالكش ما يعرف، مع اني على بالي به باللي ماهوش هالدار. قلت بالك يعرف كش وحده، بالك يحكي معاها. وجاتني الفكره باش ندير فيسبوك جديد ونبعث له انفيتاسيون ونحكي معاه ونشوف اسكو يمشي لي في الخط ولا لا. وكما كان الحال درت فيسبوك جديد بعث له انفيتاسيون، والمفاجاه انه راجلي قبلني وكتبت عليه قلت له انا مانيش متزوجه جون في
وبدينا نحكي ونقصروا على اساس انه احنا اصدقاء. حكى لي كلش، حكى لي على دارهم، على مرتو بنتو، وبقينا هكاك شهور وحنا نحكيو على اساس اصدقاء. راجلي اللي كان يهدر زوج كلمات في الدار ولا بل في الفيسبوك، يحكي بالساعات في الفيسبوك على اساس اني مرة اخرى، وتطورت العلاقة وصارحني باللي راهو يحبني، وانا تاني ما نكذبش عليكم تعلقت بيه، وليت حاسه روحي باللي راني عايشه في حلم جميل. رايحين تقولوا عليا مهبوله، بصح هذه هي الحقيقه. راجل اللي كنت عايشه معاه تحت سقف واحد مشتاقه منه الكلمه الحلوه، ولا مغرقني بها ومغرقني بالرومانسيه، حتى اني نسيت انه هذا راجلي. رجعني مولات 17 سنه، رجعني الحب المراهقه. وليت عايشه في الوهم، بصح الوهم هذاك ما حبيتش نفطن منه. وفي الحقيقه رجلي يخون فيا وانا فرحانه. هكا كملت القصه. ومولات القصه راهي حايره تواجه راجلها وتقول له الحقيقه، ولا تكمل تحكي معاه على اساس انها مرا واحده اخرى، وتكمل تعيش في المهم اللي راهي عايشه فيه. تقول لك انا خايفه لو كان نواجهه يخليني ويروح يخدعني مع واحده اخرى. قالت يخونني مع نفسي خير من اللي يخونني مع واحده اخرى. وصلنا لنهايه هذه القصه، وحابه نقول لكم خليوا لي هي قصه غريبه، وانا كي سمعتها اول مره احترت، ما حطيتهاش قصه حقيقيه، بصح هي قصه حقيقيه وصرات صح. نتمنى تكتبوا لي كومونتير وتكتبوا لي ارائكم، تكتبوا لي واش دير هاد الاخت اللي راهي بعثت القصه، تنصحوها، ولا كان وحده جازت على قصه كيما هذه تاني تنصحها وتقول لها واش دير. وصلنا لنهايه هذه القصه، ونتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده من الواقع اللي رانا عايشين فيه. وداعا الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله بسلامه.